حبايب قلبي عاملين ايه؟ عملنا الملوخية. الله، بصوا الملوخية وجمالها، بصوا الملوخية وجمالها. عسل. انا عاملاها خفيف عشان هناكلها بالرز، وعملت الرقاق باللحمة. واو ماشي. وهنا المفاجأة الكبرى. واو، خليكم معايا. بصوا المحشي، يا ده محشي بقى ايه واحد لو ما كانش صايم. اللهم اني صايمه. بصوا محشي عسل. طبعا تحت في ايه؟ في فراخ. حطيت الفراخ وبطاطس وطماطم تحت، ولما نيجي نفضي الاكل هتشوفوا المفاجآت بقى والحاجات البهاريس اللي طالعه منه. الاكل تحفه. وادي الملوخيه اتعملت اهي، وبدس رز. يا لهوي على الجمال يا ناس، يا لهوي على الجمال يا ناس. بصوا العسل، بصوا العسل. ده معمول بالسمنه البلدي، السمنه البلدي الفلاحي، السمنه البلدي الفلاحي. المهم كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. انا عايزه اعرف مين اللي خلص قبليه، مين اللي خلص الاكل قبليه، وازاي هتعملي ملوخيه بطريقه الست المصريه. ازاي؟ يا ابو احمد. بس المحشي لهوي جميل. انا بحب الورق الاخضر، بحب الورق الاخضر. يعني انا بعشقه وبحب اسيبه كده على جنب، بحس ان هو ماسك نفسه شويه عن الورق الابيض. والابيض ده العيال وابوهم بيحبوه مع الفراخ بقى. واديله ادي ولا ما تديلوش مش فارقه. المهم احنا ايه، خلصنا بدري. وحبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي يا طعمين. وبصوا الرز جوه اهو. استنوا خليكم معايا، والله خايفه البوتاجاز ينفجر فيا. واو، بصوا البرام تحفه، والنبي تحفه تحفه ومنور الدنيا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ياما 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 ياما. خلصنا الاكل كده يا جماعه، نقعد بقى نعمل الكنافه ونعمل اللي ورانا. وبحب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا ناس يا محترمين، كل سنه وانتم طيبين.